شرب كميات من المية تتناسب مع وزن الجسم ومع سن هذا الإنسان عامل مهم جدا لصحة سليمة وحياة صحية سعيدة إن شاء الله. مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بكم. يمكن اتكلمنا في حلقة قبل كده عن المية وصحتها للجسم الصحيح، وإنها ازاي تكون معيار لكفاءة الجسم والقيام بوظائفه بشكل كامل. الإنسان اللي وصفنا له إنه المفروض يشرب كمية من المية لا تقل عن 3 لتر، ده هو الإنسان البالغ الوزن في حدود 70-80 كيلو مثلا. إذا هو شرب الكمية دي بشكل منتظم، أعتقد إنه هيتخلص من مشاكل كتير جدا معظمنا بيعاني منها، أهمها الأملاح الكتير، ثم الحصوات، ثم مشاكل الجهاز الهضمي، ومن أشهرها القولون العصبي. ليه؟ لأن القولون العصبي ده عبارة عن بعض المشاكل الجسدية اللي هي العضوية، يعني تصاحبها أيضا مشاكل سيكولوجية، الاثنين مع بعض هم بنسميهم تحت اسم الأمراض النفس جسمية أو الجسم نفسية. معامل شرب المية في الحالات اللي زي دي بيحسن كويس جدا من مشاكل القولون والجهاز الهضمي، بيحسن كويس جدا من مشاكل الجهاز البولي، وبتخلص الجسم من الأملاح، وبتخلص الجسم وطرد الحصوات الصغيرة اللي بتكون موجودة في الحالبين أو في قناة مجرى البول. بالتالي شرب كميات من المية تتناسب مع وزن الجسم ومع سن هذا الإنسان عامل مهم جدا لصحة سليمة وحياة صحية سعيدة إن شاء الله.